السلام عليكم ورحمة الله. يلا بينا نبدأ درس جديد هو الضرب القياسي. بعتذر، الضرب الاتجاهي مختلف شوية عن الضرب القياسي. هحتاج فيه شوية حاجات من الرياضة، من مادة الرياضيات اللي احنا أخدناها قبل كده. هنحتاج ايه يا ميس؟ تعالى نشوف دلوقتي. تعالى نتخيل مثلا ان انا عندي متجه A وأخوه متجه B. متجه ايه ده ليه احداثياته اللي هي AX و AY و AZ، وازن. ومتجه B برضو بالمثل عنده احداثياته BX و BY و BZ. كلام جميل. طيب حلو قوي. هو عايز الضرب الاتجاهي بيبقى منظره كده، بيبقى ايه؟ X او كروس B. اول ما اشوف علامة الكروس دي يبقى انا عايز مين؟ ضرب ضرب اتجاهي. اتجاهي. انما كانت في الضرب القياسي كانت نقطة. نقطة. الله ينور عليك. يبقى دلوقتي احنا في الضرب الاتجاهي هي عبارة عن اكس او كروس. طيب حلو قوي. بتحسب ازاي الضرب الاتجاهي للاحداثيات اللي بالمنظر ده؟ قالك علشان نجيب ناتج الضرب الاتجاهي محتاجة ابقى عارف حاجة من الرياضيات وهي اسمها المصفوفات. حاجة من الرياضيات وهي اسمها المصفوفات. فاكرها؟ أيوه. تمام. المصفوفات يعني مثلا هقول إن A كروس B بيساوي المتجه C. المتجه C ده هو الناتج الضرب الاتجاهي. طب فعشان هنا أجي أقول لك إن A كروس B هتروح تحط لي المصفوفات. هتعمل إيه في المصفوفات دي؟ تعالى واحدة واحدة كده نقول سوا مع بعض. قال لك علشان تشتغل في المصفوفات كالتالي. بتعمل قوسين بتوع المصفوفة بتوعي، وبعد كده بتقول هو بادئ بمين؟ بإيه؟ صح؟ صح. بالمتجه إيه؟ فهتيجي هنا ده كده اسمه صف، ده كده اسمه عمود. تمام؟ تمام. فده كده اسمه صف وده كده اسمه عمود. تقدر تقولي هو أنا هيبقى عندي في المصفوفة دي اللي أنا هعملها دلوقتي يبقى عندي كام صف؟ صفين. صفين. صف A وصف B. طب هيبقى عندي كام عمود؟ ثلاثة. ثلاثة. الله ينور عليك. فدلوقتي هنا هقول هو بادئ بمين؟ بإيه. فأحط إيه فوق. فأجي هنا يبقى هنا ده إيه إكس، جنب منها إيه واي، جنب منها إيه زد. يبقى هو بادئ بإيه، فهحط الإيه المتجه إيه فوق. وبعد كده بي، فهحط المتجه بي تحت. يبقى عندي هنا بي إكس، بي واي، بي زد. في مشكلة هنا؟ لا. طيب كلام جميل. طيب قال لك هنا بقى دلوقتي بيطلب منك في الأسئلة يا إما قيمة الضرب الاتجاهي بس، يا إما يطلب منك مثلا يقول لك مش ده بيساوي سي زي ما قلنا الناتج، يطلب منك سي اكس، ويطلب منك سي واي، ويطلب منك سي زد. تعالى نشوف كده هنعمل ايه في كل واحدة فيهم. مش ده كده العمود الأولاني اللي هو اسمه اكس؟ أيوه. ده كده العمود الأولاني اللي هو اسمه اكس. تمام. فانا عايز الاكس دلوقتي، فهخبي العمود الاولاني بتاع الاكس ده اكني مش شايفه. المشكله هنا. لا. واروح اجي اتبقى لي العمودين التانيين اللي هم بتوع الواي والزد. هضربهم في بعض بحاجه بيسموها ضرب تقاطعي او اللي هو ايه المقص. يعني هتعملي ايه يا ميس؟ همسك الجميل ده اضربه ضرب الجميل ده. واطرحوه من اللي نفضل اثنين. الله ينور عليك. وبعد كده اروح احط ماينس في النص، واجيب الجميل ده
واضربه ضرب الجميل ده، ولازم الماينس اللي في النص. فيلا يبقى انا كده عندي اي واي بي زد ماينس اي زد بي واي. المشكلة هنا؟ لا. كلام جميل. لاحظ ان انت عايز الاكس، ان انت في مسألتك عايز الاكس، فهيبقى بادئ هنا بمين؟ بادئ باي واي، وبادئ هنا باي زد. يبقى انت عشان عايز مين؟ الاكس، فخبيت الاكس وجبت اي واي واي زد وبدأت بيها، ومضروبة في مين؟ في زميلها التاني المقص. فلاحظ كده، يبقى انا ما بين الواي وما بين الزد، ارقامي او القانوني ما بين الواي وما بين الزد، ده علشان اجيب مين؟ الاكس. مش الكلام؟ ايوه. طب يلا، تقدر تقول لي انت بقى علشان اجيب السي واي اعمل ايه؟ غطي على العمود اللي بالنص اللي هو الاي واي والبي واي. اغطي على عمود الواي. الله ينور عليك، يلا بينا نغطي على عمود الواي اكني مش شايفه. بعدين اضرب الاي اكس بالبي زد اي ناقص اكس البي اكس مضروب الاي زد. الاي زد في البي اكس. الله ينور عليك. طيب بالنسبة للسي زد، اشيل العمود تبع السي زد، هاي مش شايفه. نشيل العمود ده اكيد مش شايفه. واضرب الاي اكس بالبي واي ناقص الاي واي بالبي اكس. الاي اكس في البي واي ناقص الاي واي في البي اكس. كلام جميل كده، في مشكلة؟ لا. يبقى انا كده جبت السي اكس والسي واي والسي زد. واصلة؟ واصل. واصلة، كلام جميل. طيب يا باشا، لو قالك انا عايز قيمة الضرب الاتجاهي كله، هتعمل ايه؟ قالك في ترتيب كده معين، يبقى وسط كده بالنسبة للسي اكس، وده للسي واي، وده للسي زد. قالك لو عايز بقى تجيب الناتج الضرب القياسي، الضرب الاتجاهي، انا بعتذر، كامل، هتعمل ايه؟ قالك هتقول يساوي. هتقول ايه؟ يساوي. وهتيجي هنا، بص هنا عندك ايه؟ في ترتيب معين لازم تبقى ايه حافظه، اللي هو ايه؟ الاكس موجب، الواي سالب، الزد موجب، اللي هو زي ما بنقول موجب سالب موجب. مش الكلام؟ ماشي. ماشي الكلام. فهتيجي تقول هنا زائد الاكس. شايف الرقم اللي انت كاتبه هنا ده؟ يبقى موجب اي واي بي زد ناقص بي زد في واي. المشكلة هنا؟ لا. يلا نكتب الواي. يبقى هقول هنا سالب، نحط إشارتها السالبة، وأروح أجي أكتب الاي اكس. البي واي، اللي هو يبقى إيه؟ اي إكس في زد ناقص اي زد في إكس. المشكلة هنا؟ زائد، يلا بينا، اي اكس ضرب بي واي ناقص اي واي ضرب بي اكس. اي إكس في واي ناقص اي واي في إكس. الله ينور عليك. وأنا من هنا هوصل لناتج الضرب الاتجاهي. وصلت؟ وصلت. وصلت، كلام جميل. طيب تعالى هنا كده، ده بقى اللي موجود في كتابك، دي كده سكرين شوت من كتابك. تمام. يبقى هو بيقول لك الضرب الاتجاهي، يعرف الضرب الاتجاهي بين متجهين A و B ان هو بيساوي C A كروس B. ومديلك اهو C اجيبه ازاي؟ احنا خلاص شرحنا الطريقة بتاعته. والواي اجيبها ازاي؟ والزد اجيبها ازاي؟ وصل الكلام؟ ايوه. تمام. ويبقى في النهاية لو أنا عايز إحداثيات سي، اللي هي تبقى أهي الإكس والواي والزد، اللي هي الناتج اللي طلع لي من الإكس، والناتج اللي طلع لي من الواي، والناتج اللي طلع لي من الزد. واصل الكلام؟
خلاص. واصل الكلام. يبقى ده اللي احنا شرحناه وفهمنا يجي ازاي، وزي ما اتفقنا. ثواني، آخر شيء أنا النواتج أضربهم كلهم ببعض. النواتج، لو الناتج الأخير هتعمل اللي احنا عملناه ده، اللي هو موجب سالب موجب. يعني الأول ناقص الثاني زائد الثالث. أي الله ينور عليك، الأول ناقص اللي في النص بس اللي هتحط له سالب. تمام. وهنشوف في المسائل، طبعا احنا عارفين ان الفيزيكس مادتنا بتوضح أكتر بالحل، فاحنا لسه شغالين بالحل. تمام. تمام. ونلاحظ تمام. برضو عشان ما ننساش في قوانيني، ان انا هنا عندي ده الاكس، يبقى علشان اجيب قيمته هشتغل في الواي والزد. فهبدأ بالاي علشان هو في الضرب القياسي هنا بادئ بالاي، فهبدأ بالاي. مرة ايه، مرة تبقى اي واي، ومرة تبقى اي زد. تمام. والتانية البي اكس تبقى ايه، العكس، والبي تبقى العكس. وصل الكلام. وبي العكس. وصل الكلام كده. أيوة. واصل. طيب. يبقى احنا ده كده نحفظ شكل قانوننا. تعالى يلا ان يعني هنعتبر ان دي صفحة بيضاء عشان اكتب فيها حاجة. يلا انا عايزك انت من نفسك، من غير ما تبص ومن غير ما نحط المصفوفة، تقول لي يلا السي زد تبقى بتساوي ايه. يلا يلا يلا. انا عايز الزد، فانا شغال في مين؟ شغال بالA والإكس، بالA والواي. بالاكس. بالإكس والواي. حلو قوي. هبدأ بمين؟ حبدأ بالAX بالاي اكس، الله ينور عليك. ضرب وحط سالب، ال يبقى تحت هنا يبقى الاي واي، يبقى جنب منها الاي واي. تمام. احط البي، البي تبقى شقلبها، ده كان اكس يبقى ده واي، ده واي يبقى ده اكس. واصله. أيوة. طب بنفس الطريقه، سريعا سريعا يلا. السي واي يبقى بيساوي سي واي AX اي اكس بي زد بي زد ناقص AX اي ناقص A زد. اي زد. ادي زد هنا وهنا اكس، حلو قوي. ناقص أيوة. ناقص البي ضرب بي إكس. اكس. بدل طب. واصل الكلام. طب احنا كده خلاص اهو عرفنا مسألة قوانيننا ازاي. تعالى نشوف سؤال زي السؤال ده. ما ناتج الضرب الاتجاهي بين المتجهين؟ مديني تمام. متجهين ومديني احداثيات، ده وده. يلا تعالى نشوف هنعمل ايه. أول شيء أسميهم واحد متجه A واحد متجه B. ده هسميه ايه وده بي. يبقى انا عايز ناتج الضرب القياسي لمتجه ايه. انا اسفه كنت بقول الضرب القياسي. ناتج الضرب الاتجاهي للمتجه A كروس B. وأسوي المصفوفة. نحط مصفوفة، الله ينور عليك. أحط إحداثيات الA إحداثيات اللي هم ال A. 2 و4 و6. 2 و4 و6. وإحداثيات الB اللي هم 3 و2 3 و5. و2 و5. الله ينور عليك. حلو قوي. وبعدين بعديها أنا بدي أجيب السي، صح؟ اللي هو هنجيب بقى الاكس ناقص الواي زائد الزد. طيب أنا أول شيء راح أحط إن السي بتساوي A ضرب B. نعم. سي بتساوي A ضرب B. ماشي. سي بتساوي A ضرب B. فالسي تعتبر هي الزد، فأنا بشيل عمود الزد واشتغل لا العمودين لا، الباقيات. مش السي تعتبر هي الزد. السي ده هو الناتج، فيها سي اكس وسي واي وسي زد. مم. تمام. ده اللي هو الناتج. تمام. تمام. هي السي اكس بتساوي
أيوه. الأربعة اللي هي 4y اللي هي قانونها ضرب يبقى بيساوي A X B، مش X بقى، A Y في B Z ناقص A Z B Y، صح كده؟ خبيت ده وشغال على الاتنين التانيين، اللي هو يبقى بيساوي كام؟ 4 4. 5 4 ضرب 5 ناقص ناقص الستة في 6 2. في 2. كلام جميل. ده اللي هو يبقى بيساوي 4 في 5، 4 في 5 يعني 20، 20 يعني ناقص 8. 12 يعني 8. طب يلا، السي اكس 8. السي واي. السي واي راح تكون الاي اكس الاي اكس. مضروبة بالبي زد الله ينور عليك. بدل بقى، ناقص A والبي ناقص بدل، يبقى ده زد وده اكس بس. ناقص الاي زد مضروب ليك بالبي اكس. البي اكس. كلام جميل. يلا اللي هي يبقى بالارقام، هخبي الجميل اللي في النص واخد 2 5 2 ضرب 5 ناقص ناقص 6 ضرب 3. 6 في 3. 2 في 5 10، 6 في 3 18. 6 في 3 18 اه. يبقى يطلع لي سالب 8. يطلع سالب سالب 8. 8. الله ينور عليك. يلا نروح للسي واي، للسي زد. سي زد بيساوي اي اكس اي اكس ضرب ضرب البي واي. ضرب البي واي. الله ينور عليك. والتانيين اشقلب، يبقى ده اي واي وده اي بي اكس. اللي هو على الارقام بتاعتي هخبي الجميل ده واخد 2 في 2 اي واي ضرب. ناقص 4 تلات. صح كده؟ ايوه، 2 ضرب 2 ناقص 4 ضرب 3 تطلع كمان بسالب 8. 4 ناقص 12 اللي هو يديني 8. سالب سالب 8 عفوا. سالب 8. حلو قوي. فهاجي هنا بقى أعوض في قانون عشان أجيب الناتج النهائي. يبقى 8 ناقص الواي بسالب 8 زائد الإكس سالب 8. في مشكلة هنا؟ لا، اللي هو يبقى بيساوي 8، سالب وسالب يبقى موجب. موجب. موجب 8 ناقص تطلع 8. 8. سالب 8 تروح مع 8 يتبقى لي 8. يبقى دي إجابتي هي 8. ناتج الضرب الاتجاهي 8. واصل الكلام لحد هنا؟ ايوه. كلام جميل. حلو قوي. طيب يبقى دي السؤال الأول عن الضرب الاتجاهي. تعالى للسؤال الثاني. عن السؤال ده الأول. تقدر انت تشتغل وتجيب لي الاي زد والاي واي والاي اكس؟ نعم. تشتغلوا في تمام. كراسة دلوقتي انت وتجيب لي الاي اكس والاي واي والاي زد والاي زد. ده اللي هو السي. بص 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 بص، هنا عندي ايوه، نقطة. هي نفس السي. ده اللي هو السي، بدل ما قلت لك ان السي بيساوي الضرب الاتجاهي A في B، لا انا هنا عملت مين؟ قلت لك ان هو اسمه الاي، سميته الاي. تقدر تجيبه امتى؟ يعني بس غيرت الرمز. غيرت الرمز بس. تمام. تقدر تشتغل في كراستك دلوقتي حالا وتصوروا تمام. وتبعتوا لي على جروب الواتساب. تمام. تمام، يلا انا منتظرة. هنا تعالى نقول حاجة كمان في الضرب الاتجاهي. ثواني ثواني. قول قول. مو 24.5 تطلع 26.4. تمام، انت جربها على الآلة، انا مش حافظة الارقام، مش حافظة ناتج الارقام النهائية. فاهم؟ خلاص انت ممتاز. جربها على الآلة تمام مظبوطة ولا لا؟ يعني نجربها مرة كمان. تمام.
ها؟ نعم. ايه عملت ايه؟ تمام. خلاص. تمام. طيب يلا بينا. هنا دلوقتي يبقى احنا عرفنا القانون لما يبقى عندي احداثيات هعمل ايه. طب لو انا عندي زاوية وعايز المتجه A كروس المتجه B، هعمل ايه؟ قالك هتجيب المطلق ل A والمطلق ل B في مين؟ في ساين الزاوية. ساين يعني الزاوية. جذر التربيع لو عندي لكل المتجه A اهو. ثلاثيات الإيه. الله ينور عليك. لو عندي المتجه A والمتجه B اهو، وفي بينهم زاوية وليكن 35، فهتقول A القيمة المطلقة ل A في القيمة المطلقة ل B في ساين الزاوية اللي هي 35. ماشي الكلام؟ ماشي. يفرق ايه عن الضرب القياسي؟ الضرب القياسي ما كنت في بتقول زاوية. فيه كام؟ كنت بتقول فيه نفس الكلام، بقى كنت بقول ايه دوت بي المتجه ايه ضرب المطلق لمتجه بي في كوزين الزاوية. يبقى فرق معايا هنا من ضرب قياسي واتجاهي في ايه؟ في ساين وكوزين. الساين والكوزين. يبقى ده ساين، ده كوزين. كوزين اتجاه. قياسي وساين اتجاهي. الله ينور عليك. اتجاهي يبقى ساين، انما قياسي يبقى كوزين، من اسمه قياسي قياسي يبقى كوزين. واصل الكلام؟ واصل. واصل الكلام. طب تعالى هنا بقى نقول امتى يبقى المقدار يساوي 1 وامتى المقدار يساوي 0. الواحد بنسميه ايه؟ بنسميه الواحد بنسميه قيمة عظمى. تمام، الواحد بنسميه قيمة عظمى. فامتى ابقى قيمة عظمى؟ قالك لما يبقى المتجهين متجه A عمودي على المتجه B، يبقى هنا الضرب الاتجاهي ل A كروس B بيساوي 1. طيب ليه يا ميس بيساوي 1؟ لأن أنا هنا شغال بالساين، وساين الزاوية هنا 90، يبقى ساين 90 على الآلة جربها يطلع لي ب1. مش الكلام؟ ماشي. وإمتى يبقى بيساوي 0؟ قالك يساوي 0 لما يبقوا المتجهين متوازيين. يعني لو عندي متجه A أهو ومتجه B أهو، يبقوا دول متوازيين. هنا الزاوية ما بينهم بتساوي 0 أو 180، وساين 0 على الآلة بيديلك 0. يبقى ناتج الضرب الاتجاهي A كروس B اللي تبقى بتساوي كام؟ 0. صفر. واصل الكلام؟ واصل. واصل الكلام. يبقى هنا الضرب الاتجاهي عكس الضرب القياسي في ايه؟ في الزاوية. ماشي الكلام؟ ماشي. يبقى في حالة ان هما متوازيين يبقى بيساوي 0، او في حالة ان هما يلا بينا. هنا في السؤال ده موجود في صفحة 30، سؤال 107. بيقول لك أي من الحالات الآتية، أو الحالات الستة الآتية في الشكل لهما أكبر قيمة مطلقة للضرب القياسي للمتجهين B و A. بيسأل عن مين؟ يا محمد. أي شكل له أكبر قيمة مطلقة للضرب القياسي. يبقى عايز أكبر قيمة للضرب القياسي. حلوة أوي. الكوزين. اللي هي كوزين. الله ينور عليك. يبقى هقول له A دوت بي، افكر نفسي بقانوني كده، بيساوي الكوزين اللي هو A مطلق في B في مطلق في كوزين الزاوية. كوزين ثيتا. حلو قوي.
أنا عارف في الضرب القياسي ببقى قيمة عظمى إمتى؟ لما يكون المتجهين متوازيين. الله ينور عليك، لما يبقى المتجهين متوازيين يبقى الزاوية ما بينهم بتساوي صفر أو بتساوي 180. ولو هتوه جرب على الآلة اكتب كوزاين صفر وشوف يطلع لك كام. واحد. واحد. يبقى أنا في الحالة دي قيمة. عظمة. يبقى أنا في الحالة دي أكبر قيمة. وصل الكلام؟ أيوة. تمام. ولو هما متعامدان يعني الزاوية تبقى بتساوي كام؟ 90. صفر. وكوزين ال90 بيساوي صفر. يبقى ناتج الضرب الاتجاهي القياسي بيساوي صفر. وصل الكلام هنا؟ أيوة. يبقى أكبر قيمة للمتجهين لما يكونوا متوازيين. قيمة للضرب القياسي لما يبقوا متوازيين. يعني إجابتي هتبقى أنهي شكل؟ A ولا B ولا C ولا D ولا E ولا F؟ ده E وده F. شكل دي. الشكل دي. أو عفوا، هو يا دي يا إي. الشكل بتقول إيه؟ هو يا شكل دي يا شكل إي، بس يعني عادي تمام. لو كان هو الأسهم يبقى متعاكسة. الشكل دي ليه يبقى الشكل دي هم المتوازيين، إنما إيه ده مش متوازيين. ده عامل آه. زاوية، ولو حتى لو زاوية صغيرة طالع عن أنا بس الخط. عشان كانت الأسهم يعني مختلفة اتجاهاتها. اه طالع عنه بإيه؟ بزاوية، وزاوية صغيرة جدا. وصل آه. الكلام؟ أيوة. مين أكبر قيمة؟ هي دي. طيب حلو قوي. ده السؤال اللي بعده. نفس السؤال بس عايز أصغر قيمة. بي. يبقى بي. ليه بي؟ بيكون زاوية قائمة ومتعامدة لأن 90. الزاوية بتساوي 90 وكوزين 90 بيساوي الصفر. الله ينور عليك. طيب تعالى السؤال اللي بعده. ها. أي من الحالات الآتية أكبر قيمة للضرب الاتجاهي؟ يعني إيه ضد بي يساوي؟ أكبر قيمة الضرب الاتجاهي مم. يعني ساين. يبقى ساين، اللي هو يبقى قانونك بيساوي إيه؟ إن مطلق الإيه. في مطلق المتجه البي. في ساين ساين ثيتا. الزاوية ما بينهم. حلو قوي. طيب يبقى هنا دلوقتي في ساين الزاوية ما بينهم. يبقى امتى هبقى عظمى وامتى هبقى صفر؟ لما يكون متوازي للعظمى. لما يكون متوازي. لما يكون متوازي يبقى صفر ولا عظمى؟ صفر. صفر. يبقى يلا تعالى نقول لما يبقى متوازي. لما يكون متوازي. متوازي يعني الزاوية بتساوي صفر أو 180. يعني لما هنيجي نعوض في القانون ونقول ساين صفر يديني صفر. يبقى دي ايه؟ أقل قيمة اللي هي صفر. طب ويبقى قيمة قيمة عظمى صغرى. امتى؟ قيمة عظمى لما يكون متعامدة. لما يبقوا متعامدين. لما هيبقى متعامدين يعني الزاوية بتساوي 90 وساين 90 يديك واحد. واحد. هنا بيسألك على أكبر قيمة فأنا هختار ساين 90 هي الواحد. ساين 90 اللي هي A ولا B ولا C ولا D ولا E ولا F؟ متعامدان اللي هي بي. اللي هي B. الله ينور. طيب يلا السؤال اللي وراه.
أصغر قيمة في الاتجاه هي دي. هي دي، الله ينور عليك. يبقى كده الاتجاهي عكس القياسي. يلا بينا نكمل برضو الضرب الاتجاهي ونحل سؤال زي ده. يلا تعالى أنا هحل معاك واحدة واحدة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك إذا كان المتجه A 6 و2 و B -4 و3 في فضاء ثنائي الأبعاد X و Y، جدي كل من A ضرب B و B ضرب A، هل هيختلف A ضرب B و B ضرب A؟ هيبقى في اختلاف هنا. لا، لا، نفس الناتج. نفس الناتج. ليه نفس الناتج؟ طب انت لأنه كلام. الضرب عملية تبادلية. عملية تبادلية، ده الضرب القياسي اللي كان تبادلية، إنما الاتجاهي أكيد الموضوع هيختلف. طب تيجي نجرب ونشوف إحنا بعينينا. تمام. تعالى نشوف. تعالى لما هاجي هنا وأقول لك A كروس B، هعمل إيه بقى عشان أجيب الناتج؟ ها فكرني كده. أحط آه، قوسين مصفوف AX. أيوه. أحط وأحط مين الإكس الأول؟ والواي اللي هم 6 و2. أحط مين الأول؟ الإيه. ال A. يبقى هاجي هنا 6 و2، أنزل إكس تحت وواي. أحط ال B اللي هو -4 -4 و3. و3. في مشكلة هنا؟ لا. يلا عايزة أجيب الناتج. يبقى الناتج يساوي، ال AX 6 أيوه، ضرب البي واي. ضرب ال BY. ال AX ضرب ال BY ناقص ال AY ضرب مين؟ ال BX. يعني اللي إكس. هو يبقى بيساوي 6 في 3 ناقص كام؟ 6 2 ب3 ناقص 2 ب -4. -4. يعني 6 في 3 يعني 18 ناقص 2. بصي، 26. ناقص 2 في -4. 2 في -4 اللي هو -8. يبقى يديني كام؟ 26. 26. كلام جميل. طب تعالى نشوف كده لو ما هعمل بي كروس A يديني بي طب سبعة. كروس A. أحط قوسين مصفوفة. بادئ بمين؟ بالبي. بالبي. يبقى أحط بي فوق الأول. يبقى أحط كام؟ -4 و3. -4 و3. وتحت 6 و2. 6 و2. وتعالى نشوف يساوي كام. هيبقى بيساوي بي إكس بي ضرب اي اكس واي ضرب اي واي. ناقص ايوه، البي واي البي واي ضرب الاي إكس. ضرب الاي اكس. كلام جميل. طيب يلا بينا نكمل. تعالى البي اكس ضرب اي واي اللي هو -4 في 2 ضرب 2 ناقص ناقص 3 ضرب 6. 3 في 6 اللي هو يبقى بيديني في الآخر -8 سالب سالب 26. 18. يبقى يديني -26. الله ينور عليك. يديني -26. لاحظت ايه الفرق اللي هنا بقى؟ نفس النتيجة بس اختلاف الإشارة. نفس النتيجة بس اختلاف الإشارة. بص، ده كان 26 لكن ده -26. صح الكلام؟ صح. يبقى أنا هنا ممكن أقول ايه؟ كروس بي بيساوي -بي كروس ايه. الناتج هو هو ولكن ايه؟ متضاف لي سالب. واضح الكلام؟ واضح. ويبقى دلوقتي هنا عملية الضرب الاتجاهي مالها عملية ايه؟ غير تبادلية. بتعتمد على الترتيب. يبقى هتفرق لما هتقول بي كروس A عن A كروس B. واصل الكلام؟ وبتختلف في يبقى القيمة واحدة ولكن بتختلف في مين؟ في الإشارة.
واصل الكلام يا محمد؟ أيوه. تقولي تجيب لي الضرب القياسي، يلا ده علشان ما نتوهش ما بين ضرب قياسي واتجاهي. عشان اجيب أضرب A دوت B هعمل ايه؟ المتجه A ضرب المتجه B. ايوه ضرب قياسي دوت. يعني -5 ضرب 2. فين سالب 5 دي؟ عفوا 5 ضرب 2. ايوه هجيب 5 ضرب 2 ناقص زائد زائد سالب 5 ضرب 2 زائد -6 سالب ضرب 4. -4. تمام، يبقى يديني 10 زائد 10 زائد 24، يعني يديني 34. 34. طيب حلو قوي. طب لو عايزه ضرب اتجاهي؟ نفس الشيء بس بحط ناقص. لا مش نفس الشيء بس حط نقص. لا صح. حصير AX ضرب BY ايوه و AY ضرب BX. الله ينور عليك، يعني احط مصفوفة. مم. تمام احط مصفوفة. يبقى بادئ بإيه؟ يبقى 5 سالب 6 و2 وسالب 4. يبقى هيبقى عندي ايه؟ AX BY ناقص A Y في BX، اللي هو يبقى بيساوي 5 سالب 4، يلا معايا، ناقص ناقص سالب BY ستة BX. في 2. ماشي الكلام؟ 5 ضرب -4 ناقص 6 ضرب 2. يبقى 5 في سالب 4 اللي هو سالب 20، ناقص يبقى زائد 6 في 2 يعني 12، يبقى الناتج في يعني الآخر -8. سالب 8. وصل الكلام؟ إنما أنت هنا في الضرب القياسي كنت بتقول A X في B X، الاتنين نفس الإكس، زائد بس متغير. Y في البي واي. لاحظ الفرق؟ أيوه. ده هنا كان X وده X، ده X ده X ده Y ده Y، إنما أنت هنا مرة X مرة Y، مرة Y مرة X. واصلة؟ وصل. واصلة، الله ينور عليك. طيب يبقى احنا كده رجعنا كمان معانا على الضرب القياسي وشفنا الفرق ما بين القياسي والاتجاه. هنا بقى نقطة صغنونة كده بيقولك عليها، ان انت عندك مش احنا ضرب اتجاهي، أيوه. يبقى الناتج لازم يبقى ليه اتجاه. مم. يبقى الناتج لازم يبقى ليه اتجاه. طب اتجاه بيقولك بقى اتجاه الضرب الاتجاهي ده بيبقى دايما عمودي على كل من المتجهين. بيبقى دايما ايه؟ عمودي. يعني وليكن مثلا عندي متجهين A و B اللي هما دول، عندي متجه A ومتجه B، بينهم زاوية أو عمودي أيا كان. تمام، قال لك الناتج هيبقى إيه؟ عمودي عليهم هما الاتنين. يعني إيه؟ مش إحنا عارفين الإكس والواي والزد؟ أيوه. تمام، الإكس والواي أهم، آدي الواي وآدي الإكس، صح الكلام؟ صح. هنا دلوقتي كده الواي عمودي على الإكس، صح؟ صح. هنا كده عمل زاوية، صح؟ أيوه. الزد فين بقى؟ الزد عمودي عليهم هما الاتنين اهو. بص الزد ادي ده الزد، ده الزد عمودي، عامل زاوية عمودية اهي على الاكس، وزاوية عمودية هنا على الواي، عمودي عليهم اكنه عمودي على المستوى بتاعهم، صح الكلام؟ صح. فقال لك المتجهات بين الضرب الاتجاهي بنعبر عليه بحاجة اسمها قاعدة اليد اليمنى. بنسميها قاعدة ايه؟ اليد إيه اليمنى. قاعدة اليد اليمنى بص بتعمل صوابعك زي ما انا عاملة كده بالظبط. تمام. تمام. تمام، بنجيب المتجهين اهم اللي هم عندك A و B، ويبقى الناتج يبقى هو العمودي عليهم اللي هو الصوابع دي، اللي هو الوسطى. يبقى الإبهام المتجه الأول، السبابة المتجه الثاني،
والوسطى يشاور على الايه اتجاه الزد. الناتج بتاعها. وصل الكلام؟ واصل. فمثلا لو عندي المتجه A للشمال فهو باصص لفوق اهو شمال، والمتجه B للغرب ادي دلوقتي هو بيبص للغرب، يبقى الناتج بتاعهم بيبص لمين؟ للداخل. اهو بص بيداخل الداخل الداخل على وش. واصل الكلام؟ واصل. واصل ايه الكلام؟ يعني معنى كده يا محمد لما اجي اقول لك المتجه X في المتجه Y، يبقى الناتج بتاعهم ايه؟ واحد. عفوا، صفر. لا لا، واحدة واحدة. هما دلوقتي متعامدين، ساين التعامد بواحد، صح؟ مم. صح ولا لا؟ اه، اتجاهي تمام. واحد ايه واحد. يبقى ساين انت هنا في اتجاهي، في عندك هنا كروس. ايوه، صح صح. تمام، في كروس كروس يبقى انا ايه؟ اتجاهي. طيب مم. يبقى احنا متفقين ان هو هيبقى بواحد. طب اتجاه تمام. الواحد ده هيبقى على المتجه مين؟ اتجاه اكس. انا اخد الاكس والواي، يبقى على المتجه زد. زد. الله ينور عليك. يبقى المتجه الثالث ادي الاكس ادي الواي، ادي الاكس انا اسفه ادي الواي، يبقى الناتج هو زد. يبقى في الضرب الاتجاهي لما تجيب متجهات الوحده تضرب اتنين يبقى الناتج التالت بتاعها. وصل الكلام؟ واصل. ان يبقى الناتج التالت بتاعها. طب ادي هي اهي الملحوظه بتاعتي، ادي اهي الملحوظه بتاعتي. اكس ضرب اكس يبقى زد يبقى المتجه التالت، واي ضرب زد يبقى التالت اكس، زد ضرب اكس يبقى التالت واي. بص الكلام زي ما قلنا متجهين الوحده يبقى الناتج الضرب الايه؟ التالت بتاعها. وعندي اي متجه في نفسه يبقى بيساوي صفر، ده في حاله الضرب الاتجاهي. في مشكله لحد هنا؟ ها يا محمد؟